إذا لقيت روحك مشغول عن طاعة الله شك بسالفتك، قانون. إذا لقيت روحك مشغول ما جاي تتوفق، قول أكو خلل. أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات الإلهية الله يشغلك عنه. نسوا الله في شنو؟ يا روحه وخلي يشغلك ما تدري. يطب اليوم ويطلع اليوم، والله ولا حسينا بالزمان، الدنيا ما ادري شو ركض. هاي اكو هنا مشكله، هنا اكو شيء. فد واحد من الانبياء يوم من الايام شاف على واحد هذا ما عنده علاقه بالله، مو زين، لا يعبد الله، لا يرجع لله، لا لا لا, لا تعبان، بس عنده فلوس وعنده املاك وعنده عافيه قويه، كل شو ما بي. فهذا النبي ناجى الله، قال له ربي هسه هذا لا يعبدك، لا يطيعك، لا يؤمن بيك، وانت مطي رزق ومطي عافيه ومطي كذا، ربي هسه ليش ما تعذبه؟ هذا يعاقبه بلكت يتأدب. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه، أنا هذا هواي معاقبه. قال له شلون؟ قال له هذا أنا مبتلي بلاء عظيم. قال له شلون؟ شوف الجواب ايش قد خطر هذا الجواب. قال سلبته لذة مناجاتي. سلبت من عنده لذة مناجاتي، خليته هذا هو بحد ذاته بلاء.